انك تفهم النقود. شوف هذه كلها 13 دولار. والله كما يقولوا في الجزائر غابتني عمري ما تحصر انه هذا المبلغ كله باش نشري كارت سيم. هذا المبلغ كله تعطيه باش يشري سيم كارت. هاو 13 دولار كله هذا. والله ما بدي يروحوا طاشيه معمره بالنقود. ها 80 جيجا 16 دولار هو ده. اتحداكم تعطوني السياره قديمه هاك في المغرب. اتحداكم تعطوني السياره تاع 1900 والروز. قالك المغرب في المجاعه. ايش هي المجاعه يا اخي؟ المغربي الفقير راهو راكب على السياره 2015 ومغبون يقول علاه يا ربي علاه، علاش يا ربي علاش راني راكب الخشخاشه هذه؟ ما على بالوش باللي الناس راه مازال تركب السياره من عهد الديناصور. هذا هو. ربي يحفظكم. انا سيدي انا سميت المكان منتجع كرة القدم في المغرب وفي افريقيا. اليوم بمر مرور كرام يعني بشكل سريع على مقر الجامعة المغربية لكرة القدم. ولما اقول لكم مقر الجامعة المغربية يعني الاتحاد المغربي. أنا في المغرب يسمونها الجامعة. اوكي، هذه الجامعة الملكية لكرة القدم. طبعا الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تكون في وين؟ جاية في مكان في مثل لجنة أو نادي المنتخبات، يسمونها مركب المنتخبات، صح؟ مركب مركب محمد السادس لكرة القدم. طبعا فيها تجتمع في كل المنتخبات الوطنية عندهم من الصغار لين الكبار، رجال وسيدات، ومسوينها على شكل جميل. يعني شفت كأنها تحفة معمارية. السلام عليكم. تحفة معمارية ما شاء الله. هذا هو الاتحاد المغربي للجامعة الملكية لكرة القدم. وهذا ايش؟ هاي فيفا. وهذا مقر فيفا افريقيا هنا. هذا مقر الفيفا في افريقيا، المقر الرسمي. هذا كل شيء يتعلق في القارة الافريقية هني. هذا مقر الفيفا، نسوي لهم مقر خاص فيهم في هالمكان. كأنه منتجع. خلنا نشبه لك اياه كأنه منتجع، لأن في كل شيء خاص بكرة القدم فقط. اسمحوا لي يعني جماعة الفيفا ما راح يلاقون أحلى من هالمكان اللي أنا فيه الحين، من حيث الطبيعة والخضار والجمال والترتيب والتنسيق. يستاهل انفانتينو. وشوفوا هذا المبنى هو الفندق اللي يسكنون فيه المنتخبات المغربية. يعني المنتخب الأول، المنتخب الشباب، الأولمبي، الناشئين، سيدات، رجال، اللي عندهم بطولة، اللي عندهم معسكر، هذا فندقهم. يسكنون في هذا المكان تبع لهم كامل، وفي هذه باصاتهم، ترتيباتهم، كل شيء. أنا سميت المكان منتجع كرة القدم في المغرب وفي أفريقيا. ليش؟ يا أخي المكان ياخذ العقل، مكان حلو، مكان طبيعة وجميل. يذكرني في وين؟ يذكرني في نادي منتخباتنا في سباير، نفس الشيء في حديقة سباير. تقعد هناك فنادق ومنتجعات وشيء. هاي صح يعني يعطي راحة نفسية حق اللاعب انه ينتعش وينبسط ويعيش معاك الاجواء. السلام عليكم. صح، ملاعب حلوة جدا. انت قاعد قاعدة حلوة، اقامتك حلوة، الاتوبيس كويس، الملاعب التدريب كويس. فكل سبل الحياة انك انت تلعب كرة حلوة موجودة.
صح. البطولات اللي فاتت مثلا البطوله اللي فاتت لا الجو حلو ولا الملاعب حلوه، الاقامه بتروح وتتهبد وبتاع، فانت رايح شاغل همك هاكل ايه وهشرب ايه والملعب وحش والرطوبه كبيره جدا ومش عارف اتنفس. صح. انت رايح تستمتع بس انت ما عندكش شغله، ما فيش حجه عندك البطوله دي. صحيح. مش تقول اصل الملعب وحش، اصل الجو ساقع، ما فيش، ده هو احلى جو كوره. اصل التنقلات، اصل السفر، ما فيش قاعد في اوتيل حلو جدا، بتاكل كويس، ملاعب تحفه. صح. فبالتالي كل الماتشات حلوه. دونك منا داوهم ديريكتومون دومي فينال انا ليا شغل. هو حتى الاعلام المغربي النزيه كان قال هذه القرعه وضعت حتى لا يتقابل المغرب مع السنغال الا في النهائي. غريب جدا. هذه غريب، سمعتها انا غريب. واذا كان هذا الاعلام المغربي اللي قالها سمعتها هذه غريبه. اذا كانت هذه الخطه يعني في خضمها ممكن تكون فيها كواليس اخرى. على اي اساس؟ شوف ديجا التفكير بالطريقه هذه طريقه التفكير ديجا فيه الشك. لو تفكر انك 4 منتخبات او 5 منتخبات القويه تحاول كيفاش ما تخليهاش توقع مع بعضها في ثم النهائي او ربع نهائي، معقول. خاص ما تقدرش المنتخبات القويه يروحوا في الدور الاول او في ثم النهائي خلاص، من بعد يولوا المنتخبات الضعيفه او المتوسطه اللي يروحوا للنهائي. هذا شيء معقول، لكن فريقين فقط، منتخبين فقط. وايضا سؤال على اي اساس؟ اذا كنا نتكلموا على القوه في القاره الافريقيه في النسخه الماضيه كان توج منتخب كوت ديفوار. وينه كوت ديفوار؟ او مع بوركينا فاسو. كوت ديفوار مع بوركينا فاسو هو المتوج بالنسخه الماضيه. اللي قبلها كان منتخب السنغال، وينه السنغال؟ اللي قبلها كان توج منتخب الجزائر، وينه الجزائر؟ هنا يعني اذا كنا نتكلموا على تتويج هذه المهيمنين على القاره الافريقيه هم هذه المنتخبات الثلاثه في النسخه الثلاثه الماضيه. المغرب منذ سنه 76 ما توج. اليوم الخطه على اي اساس تونس والمغرب والسنغال؟ هذه بعد 50 سنه المغرب لا يتوج منذ 1976، يعني 50 سنه. عندك معلومه سعيد انه سنه 76 المغرب لما توج بكاس لم يلعب النهائي، ما لعبش مباراه نهائيه. حتى يعني الدوره في تلك الفتره كانت فيها 8 فرق، اصحاب المراتب 4 الاولى يلعبوا دوره مجموعه فيما بيناتهم، يلعب مع غانا، يلعب مع مصر، يلعب مع مباراه اخرى، 3 مباريات اكثر حصيله يلعب بها، واخر نسخه كانت في تلك الفتره. يعني 76 ما لعبوش مباراه نهائيه وتوجوا باللقب. نعم. يعني هنا لما تخطط لعدم لقاء المغرب مع السنغال مش عارفين على اي اساس. لا باش نكمل لك من الترتيب الدولي نظن، باسكو اسمح لي سعيد. تفضل. نظن بلي داروا الترتيب الدولي ممكن صحيح مش اثنين. بارك الله فيك. انا قلت لك الترتيب الدولي معليش دير المغرب ودير السنغال، وعلى الاقل 4 على الاقل 4 و5 فرق كبار يمثلوا القاره الافريقيه، هذو ما تخليهمش يطيحوا مع بعضهم على الاقل في النصف النهائي، معقوله جدا. هو هذا عمل به في كاس العالم 2026. اصبح الاربع الاوائل في تصنيف الفيفا يتلاقوا حتى في النصف النهائي. معقوله النصف النهائي هذو 4 معقوله جدا. بارك الله. ولكن نرجع من الجانب الفني نتكلموا على تصنيف الفيفا. هل تصنيف الفيفا يعني يحدد بكل موضوعيه من الاحسن؟ يعني الاول هو احسن منتخب في العالم. شوف انا نتكلموا على كره قدم، السنه هذه عندك فريق، عندك منتخب، السنه الجايه عندك منتخب اخر، اليوم عندك مستوى، غدا عندك مستوى اخر. هذه كره قدم يقوم على تراكم النجاحات والانجازات. معليش لي ماتش ايجابيه، حتى لي ماتش يحسبوا لهم لي بوان في الامور معقده، ولكن احنا نتكلموا في اليوم ودوره لا كوب دافريك دي ناسيون. المغرب عنده حتى ما يلعب مع تنزانيا، هذو حسابات في لو 27 جونفي 2025 نداروا. المشكل ما يلعب النصف النهائي اذا كان اقوى المنتخبات شكون؟ الجزائر، السنغال، ممكن كانوا دارين كوت ديفوار على حساب المغرب. هذو هما نقول انا نهضر الربعه، الماتش تونس على كل حال. المشكل كي يخدم لنفسه، معليش يخدم لنفسه ويحطم الاقوياء اللي مقابلين. هذا هو المشكل اللي نخافوا. معليش احنا المغرب نلعبوا معهم في النصف النهائي واللي فاز الله يبارك سا سباس سور ان تيران فوتبول، ولكن لما يعرق لك قبل ما توصل عنده. انا هذا التخوف اللي نخافوا. سعيد حاس فيه عرقله.
حس في عرقله. كل هذه المشاكل اللي بدات من التذاكر، وبدات من الكادر، وبدات من لي تيكي والبالو